ليه احسن وافضل مشروع تعمله في العصر الحديث هو انك تعمل كورس وترفعه على منصات زي يوديمي ومنصات تانية كتير. اولا لانك مش هتحتاج رأس مال، فعلا زيرو رأس مال. اتنين، زيرو ريسك، انت مش بتغامر بحاجة خايف تخسرها. تلاتة، انه باسيف انكم، ودي اهم حاجة، انت حاجة بتتعب فيها مرة واحدة وبتجني الارباح مدى الحياة. في ايه من الوظائف الموجودة او اي انواع اشغال دلوقتي بتحقق نفس المعادلة، انك ما تحتاجش رأس مال، ما فيهاش مخاطرة، وكمان بتتعب. صنفوا البيزنس لخمسة ليفل. الليفل الاولاني هو ليفل بيزنس مان، انك تجيب المنتج وتحط عليه هامش ربح. فلنفترض الربح ده، المنتج ده بطيخة، فهتحط عليه هامش ربح دولار. هتجيب البطيخة ب3 دولار، هتحط عليها دولار، يبقى انت كسبت دولار واحد. الليفل الاعلى بعد كده الانتربرينور، اللي هو رائد الاعمال، اللي بيحط ابداع وفكر وتميز. فبدل ما هيبيع البطيخة بشكلها العادي ويكسب دولار واحد، لا، هو هيحول البطيخة دي لكوبايات عصير، وهيكسب في الكوباية 5 دولار. فممكن من البطيخة الواحدة يطلع 10 كوبايات، فيبقى كسب حوالي 50 دولار. الليفل الأعلى بعد كده اللي هو انفيوبنير. انفوبيونير اللي هو المدرب او الشخص اللي بيعمل كورسات. انت عندك نوليدج وعندك خبرة في مجال انك الناس ازاي تحول البطيخ ده لعصير. ايا كان اللي انت بتعلم الناس او اللي انت عايز تعلم الناس، عايز تعلم الناس ازاي يعملوا شنط، ازاي لو انت هيلث كوتش ازاي ياكلوا اكل صحي، لو انت آه، بتعمل سيلفر او انت بتعملي اشغال يدويه. ففي كل ده انت بتحول النوليدج لكورس، علشان في ناس محتاجه المعلومات دي علشان تعمل منها بزنس. فده ليفل اعلى، اللي هو انك تعمل كورس. اعلى من الانتربرينور، اعلى من الانتربرينور، اعلى من بزنس مان بكتير. والاعلى والاعلى لقوا ان فيه البيزنس جاد، اللي هو تعالى تجمع. يعني لو انت هيلث كوتش، بتجمع الناس اللي في المجال بتاعك وتقول لهم تعالوا اعلمكم ازاي تعملوا كورسات وتبيعوها وتكسبوا منها. فده ليفل اعلى بيسموه بيزنس جاد، مع اني انا متحفظة على لفظ الجلالة انه يتحط في اي حاجة، ولكن هو عايز يوصلك قد ايه ده ليفل عالي جدا. الليفل الاعلى واعلى واللي هو التوب، ان انت بتحول البيزنس بتاعك ل في الفوركس والحاجات دي. يبقى كون ان انت هتفكر في مشروع، فبقى افضل حاجة تعملها على الاطلاق في عصر الانترنت والاي اي هو انك تحول النوليدج والخبرة بتاعتك لكورسات. طب لما هو الانفوبرينور مشروع ناجح ورابح، ليه في ناس ما بتعملش الكورسات؟ الحقيقة في ناس ما تعرفش تعمل كورسات، ما عندهاش فكرة كورس تعمله ازاي، ولا ايه اللي بيميزها عن المنافسين. وفي ناس بالفعل عملت كورسات ورفعتها على يوديمي وما تسوقتش. حتى في ناس بتعمل كورسات وبتحاول تسوقها من خلال السيلز فانل او الكولد كول، ولكن ما بتتسوقش. في الكورس ده انا مش بس بقولك ازاي تعمل كورس، لكن الاهم ازاي تحضر للكورس كويس وتحط فيه عناصر جذب، ومبنية على دراسة علمية، ومبنية على التارجت اودينس، مبنية على دراسة المنافسين، وازاي انت لما تقدم معلومة قدمها معلومة بزاوية مختلفة لنيتش مختلف. اسرار كتيرة جدا هتعرفها. والاهم ازاي اصلا المنصة هتتشجع ليك ان هي تسوق لك كورساتك وتخليها في الترشيحات الاولى. ودي حاجة مش سهلة، واسرار كتيرة هتعرفها من خلال الكورس. اهمهم ان انا هحطلك بلان انك تكسب ممكن 1000 دولار شهريا لو التزمت بالماركتينج بلان اللي انا بعلمها لك في الكورس. ايوه، 1000 دولار، وممكن اكتر لو عرفت الخطوات
والتزمت ان انت تعملها. ما تحتارش كتير وتفكر كتير، مش هتلاقي حاجة افضل من ان انت مشروع بيدرلك ارباح شهرية ما تعبتش فيه غير مرة واحدة وبتجني الارباح مدى الحياة. لاني انت داخل صناعة قوية جدا اسمها صناعة المعلومات، وصناعة المعلومات دي بتكبر كل يوم عن التاني. واخر احصائية بتقول ان يوميا بيدخل من صناعة المعلومات او من بيع الكورسات حوالي 3 مليون دولار. فانتهز الفرصة، والفرصة جت لحد عندك، ما تضيعهاش.